نقدم تقريراً مفصلاً حول تطور الأشغال في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي يخضع لعملية تحديث شاملة استعداداً لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم. مراحل الأشغال الحالية: تسقيف الملعب. تم الانتهاء من تركيب الهيكل المعدني الضخم للسقف مع تقدم ملحوظ في الأعمال، حيث تظهر الرافعات وفرق العمل تعمل بجد لاستكمال المشروع. أرضية الملعب. بدأت عملية تعشيب أرضية الملعب مع تجهيز نظام الصرف الصحي والتسوية النهائية للتربة، مما يشير إلى اقتراب الانتهاء من هذه المرحلة. المرافق الداخلية. تشمل الأعمال الجارية تحديث غرف تبديل الملابس، المرافق الصحية، وقاعات المؤتمرات، بالإضافة إلى تركيب شاشات عرض حديثة وأنظمة صوتية متطورة. الجدول الزمني والجاهزية. من المتوقع أن تكتمل جميع الأشغال بحلول نهاية يوليو 2025، مما يتيح وقتاً كافياً لإجراء الاختبارات والتجارب قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية في ديسمبر. وقد تم افتتاح الملعب الأولمبي الجديد في الرباط من خلال احتضان فعاليات ملتقى محمد السادس لألعاب القوى، الذي يندرج ضمن منافسات الدوري الماسي العالمي، في خطوة تجسد جاهزية المغرب لاستقبال الحدث القاري الأكبر. الدعم الدولي والتعاون. استضافت الرباط قمة كرة القدم العالمية World Football Summit في أبريل 2025، والتي جمعت كبار الفاعلين في صناعة كرة القدم العالمية لاستكشاف سبل تطوير كرة القدم في إفريقيا. هذا الحدث يعكس التزام المغرب بتعزيز مكانته في الساحة الرياضية الدولية. دور الملعب في كأس العالم 2030. ضمن ملف ترشح المغرب المشترك مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030، يعد ملعب الأمير مولاي عبد الله أحد الملاعب الرئيسية التي ستستضيف مباريات البطولة، وقد تم تضمينه ضمن قائمة الملاعب المقترحة، مما يعكس أهميته في البنية التحتية الرياضية المغربية. هناك تشابه كبير في التصميم الهندسي والمعماري بين ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بعد إعادة تهيئته وملعب سان ماميز في مدينة بلباو الإسبانية، والسبب في ذلك يعود إلى التصميم والهندسة المعمارية. نفس الشركة المصممة، الشركة المعمارية المكلفة بإعادة تأهيل ملعب الرباط هي IDOM الإسبانية، وهي نفس الشركة التي صممت ملعب سان ماميس الجديد في بلباو، والذي افتتح سنة 2013. الشكل البيضاوي المغطى. كلا الملعبين يتميزان بالهيكل البيضاوي المغطى بالكامل، مع واجهة خارجية انسيابية ومضيئة تعطي انطباعاً عصرياً وديناميكياً. واجهة لولبية مضيئة. واجهة ملعب الرباط الجديدة مثل سان ماميس مكونة من عناصر معدنية أو بلاستيكية مائلة تسمح بإضاءة الملعب ليلاً بألوان متغيرة، مما يخلق هوية بصرية قوية. مع هذه التطورات، يظهر المغرب التزاماً قوياً بتقديم بنية تحتية رياضية متطورة، تعكس طموحه في استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية.